بنت عندها 18 سنة وعندها 17 أخ وأخت، أبوها وأمها متوفين، جالها سرطان. الدكاترة نصحوها إنها تسافر ألمانيا عشان تتعالج، طلبت من إخواتها يساعدوها عشان تسافر، كلهم اعتذروا عشان عندهم التزامات ومسؤوليات. فطلبت من أخ ليها من أمها ماديا متوسط وعنده زوجة وأولاد، قال لها أبشري أنا تحت أمرك، لو هبيع اللي ورايا واللي قدامي عشان أعالجك. فراح رهن البيت بتاعه عشان يسفر أخته. مراته اعترضت، قالت له مش واجب عليك تصرف عليها. قال لها أختي محتاجة مساعدتي أتخلى عنها؟ قالت له خلاص طلقني، أنا هروح لبيت أهلي. ومشيت وسابته، وفعلا أخد أخته وسافر ألمانيا. قعدت تتعالج وهو كان بيخدمها وبيشوف طلباتها، وهي طول الوقت بتدعي له ربنا يعوض عليك يا رب، يا رب ارزق أخويا. بعد 8 شهور الأخت توفت. رجع الأخ دفن أخته، كل الناس كانت بتلومه، خسرت كل حاجة عشان أختك وفي الآخر ماتت. قال لهم أنا مش ندمان على أي حاجة من اللي أنا عملتها. بعد فترة جاله تليفون بيقول له أنت ليك ميراث كلالة، قطعة أرض كبيرة جدا وأنت الوريث الوحيد، نتيجة دعوة أخته المريضة.